اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. روتين جديد النهاردة، كله كده هنعمل حاجات في المطبخ، هنجهز الغدا وهنخلص اللي ورانا، يعني روتين تشجيع ضد الكسل. يلا بقى لايك حلو زيك وكومنت، ويشرفني اشتراكك في القناة لو كنت بتشوفيني أول مرة. بسم الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ يومنا ونشوف هنجهز ايه وهنعمل ايه النهاردة. يلا بينا. طبعا يومي يا بنات بيبدأ بعد أذان الفجر، يعني بصلي الفجر وببدأ يومي، بخلص اللي ورايا في الساعتين اللي هما بتبقى المية شغالة فيهم من 5 ل7. طبعا الناس اللي هي بتشوفني أول مرة مستغربوا إن أنا بغسل المواعين دي بالكوباية. المية عندي يا بنات مش بتيجي طبعا غير ساعتين في اليوم من 5 ل7، بخلص كل حاجة ورايا في الميعاد ده. طبعا في الوقت ده كانت الساعة حوالي كده 6 6 وربع. طبعا انا كنت مشغله الغساله، فما ينفعش اشغل الغساله واغسل المواعين، الميه بتبقى ضعيفه جدا، فما توصلش المطبخ لا اغسل الغسيل لا اغسل المواعين. لا طبعا انا اغسل الغسيل طبعا اهم. طبعا المواعين انا متعوده ان انا بغسلها بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. خلصت غسيل الكوبايات وكنت مفضيه علب التوابل، قلت اغسلها. بحب اغسلها كده من فتره وفتره كده عشان تبقى نظيفه. طبعا زي ما انتم شايفين في علب توابل ازاز، فانا بحب احافظ عليها كده، بغسلها بين فتره وفتره. طبعا غير ان هي بتتلمع كل يوم بعد ما اخلص الاكل. طبعا يا بنات علب التوابل بنمسكها كتير طول ما احنا شغالين في المطبخ، بنعمل غدا عشاء فطار بنمسك علب التوابل، بالذات طبعا علبه الفلفل والملح. فلازم بعد ما نخلص الاكل لازم تتلمع عشان تحافظي عليها نظيفه، وبنغسلها على الاقل كل 10 ايام او كل اسبوع مره عشان نحافظ عليها. المهم غسلتها كويس كده، وبعد كده خليتها تصفي من الميه، ومسكت فوطه بعد كده نشفتها من بره ومن جوه قبل ما احط فيها التوابل. بالذات العلب الازاز لازم تتنشف من الميه عشان ما تبقاش مبقعه. هنا بنات كان الوقت طبعا بعد الظهر، يعني صليت الظهر وابتديت ان انا اجهز الغداء. طبعا اجهز الغداء بدري ليه؟ لان انا هعمل بيتزا. البيتزا طبعا بتاخد وقت شويه، مش في التخمير، يعني التخمير الجو حر فدرجه الحراره عاليه عندنا، بسم الله ما شاء الله، مش بتاخد نص ساعه وبتخمر. بس طبعا ايه الحاجات الباقيه من البيتزا وطبعا والتسويه فبتاخد وقت شويه. تمام. عجينه البيتزا انا بحط معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من السكر، معلقتين زيت، وكوبايه زبادي صغيره ما يعادل معلقتين كبار من الزبادي. عندي كيلو دقيق وهنزل عليه برشه من الملح، يعني ربع معلقه صغيره من الملح. نقلبهم كويس مع بعض. دايما حطي الملح مع الدقيق، ما تحطوش مع الخميره عشان ما يبطئش التخمير. تمام. حطي السكر مع الخميره، هو اللي بيسرع لي التخمير، بالذات في الشتاء يا بنات. طبعا في الشتاء بنحب ننشط الخميره اكتر، طبعا الجو بيبقى ساقعه فالتخمير بياخد وقت. طبعا اللي بينشط الخميره الميه الدافيه والسكر، يعني نزود كده حبه سكر كده او معلقه كبيره كده من السكر، هتلاقي الخميره ما شاء الله خمرت معاكي وما خدتش وقت. ابتديت انزل حبه حبه كده بالميه الدافيه لحد ما وصلت لعجينه طريه مش بتلزق في الايد. واخر حاجه كده نزلت بمعلقتين زيت، لميت بيهم العجينه، واغطيها بقى واسيبها لحد ما تختمر والحجم بتاعها يتضاعف. طبعا مش بتاخد وقت خالص في التخمير زي ما قلنا عشان الجو حر، يعني بنات نص ساعه كده بالكتير وهتلاقيها اختمرت، مش هتاخد وقت اكتر من كده. طبعا الجو حر فمش هتاخد وقت. خلاص كده ما شاء الله اختمرت. هبتدي ان انا اخرج منها الهواء رش دقيقة وهبتدي افرد البيتزا. طبعا في ناس بتحب البيتزا تبقى السمك بتاعها تخين شويه او السمك بتاعها رفيع، على حسب ما انت عايزه. انا بحب بقى بين الاتنين. ابتديت بقى افردها فرده بسيطه كده، وبعد كده هكمل بقيه فرد في الصينيه. الصينيه دي طبعا دهنها زيت كويس لان انا عايزه طبعا البيتزا تاخد لون حلو من تحت. ابتديت بقى افردها كويس في الصينيه. خلاص كده يا بنات فردتها كويس في الصينيه. هبتدي بقى اجيب شوكه واعمل فتحات كده في البيتزا، لان انا مش عايزاها تعلى زيادة عن اللزوم في الفرن. تمام. وبعد كده هجيب صلصه البيتزا. طبعا انا عملتها كتير قوي معاكم قبل كده فما حبيتش ان الفيديو يبقى طويل. تمام يا بنات. ابتديت بقى احط صلصه البيتزا، وبعد كده الحشو على حسب ما انت عايزه، زي ما تحبي الحشوات دي على حسب ما انت عايزه ايه واولادك بيفضلوا ايه. تمام. حطيت كده، انا كنت عامله عصاج فراخ وحطيت بيبقى طعمه تحفه مع البيتزا. تمام. بعد كده حطيت فلفل، فلفل اخضر طبعا رومي او سبايسي زي ما تحبي. تمام يا بنات. بعد كده حطيت زيتون وحطيت الجبنه. بعد كده هحطها في الفرن طبعا على نار عاليه فوق وتحت. ما بتاخدش طبعا ربع ساعه تكون استوت، وهيبقى شكلها بالمنظر ده. شايفين شكلها ازاي؟ ما شاء الله تحفه، وكان طعمها بجد مميز جدا، والحشوه كانت خطيره. انت بقى تحشي زي ما انت عايزه، الحشوات دي على حسب ما انت عايزه. اتغدينا والحمد لله وربنا يحفظها علينا نعمه. بعد بقى ما اتغدينا لميت بقى المواعين كلها زي ما اتفقنا. طبعا دايما كده لما يكون في حاجه ازاز او كوبايات تتغسل الاول قبل ما تجيبي اي حاجه تانية فيها طبعا صلصه او فيها زيت او اي حاجه، عشان ما تغمقليش الكوبايات او تغمقلي الازاز.
تمام يا بنات. طبعا يا بنات المواعين كتيره قوي دايما كده، مواعين لما تكوني عامله بيتزا ولا بتكوني عامله مكرونه بشاميل او محشي بيبقى المواعين كتيره قوي، فكمان صعب قوي لما ان انا بغسل بالطريقه دي. بس يلا الحمد لله انا اتعودت طبعا على الطريقه دي. والصيف خلاص قرب اهو، هيجي الشتا بقى هيبقى الميه احسن شويه، يعني بتبقى تدريجي كده بتتظبط احسن في الشتا، الاستعمال بيقل، مفيش تكييف، فالميه بتبقى توصل لنا بدري شويه. فالحمد لله طبعا على كل حال، وانا اتعودت على كده. طبعا انا الصيف عشان كده يعني تلاقيني مش بحب الصيف قوي عشان موضوع الميه متعب جدا، ان انت تصحي من بعد اذان الفجر يعني وتبتدي يومك، اليوم بيبقى طويل قوي وتخلصي بقى. على فكره انا اليومين دول ان انا طبعا بريح، بنام بعد بخلص الساعه 7 هتيجي المدارس، انا مش بريح اصلا. يعني بتخلصي الحاجات دي كلها وبتكون المدرسه فتحت، عايزه تخلصي سندوتشات، عايزه تسرحي شعر، عايزه تلبسي، عايزه ده عايزه ده، الوقت بيجري. يلا بقى الحمد لله. ودي كانت نهايه الفيديو بنات، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.